السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهارده مع بعض حاجه حلوه قوي، تنفع في اللانش بوكس، تنفع فطار، تنفع عشاء، بطريقه جديده خالص. معانا كوبايتين دقيق بالكوبايه المعياريه، معانا معلقتين نشا زي ما انتم شايفين كده، معانا كيس كيك شيف افضيه، ومعانا ذره ملح، واقلب كل المكونات الجافه مع بعض واركنها على جنب. نيجي بقى للمكونات السائله. معايا 4 بيضات، معايا كيسين فانيليا، معانا كوبايه سكر، برضو كله بالكوبايه المعياريه. مفيش كوبايه معياريه يبقى بمج الشاي. هحط بقى كوبايه الحليب مع قطعه الزبده على النار يغلوا، على بال ما اضرب البيض والسكر هضرب البيض لحد ما يغلي خالص. تمام، والحليب بتاعنا غلي اهو بالشكل ده. هنحط بقى كوبايه زيت مع البيض والسكر اهو، شايفين اللون افتحها خالص ازاي. ونضرب برضو المكونات بتاعتنا مع معلقة خل، تمام كده. وانخل بقى المكونات الجافة بتاعتي في البولة بالشكل ده كده. وفي الأثناء دي الفرن بتاعنا والع مسبقا، وهنزل بقى بالمكونات السائلة على المكونات الجافة والحليب اللي انا حطيته على النار يغلي بقطعة الزبدة. تمام كده. ولما نيجي نقلب المكونات بتاعتنا، هتقولي الحليب بيغلي الكيكه بتاعتنا تطلع فيها حاجه؟ لا، مش هيطلع فيها حاجه، والخليط بس هيخف معاكي، بس مفيش اي مشكله خالص. تمام. والتقليب اهو زي ما انتم شايفين القوام بتاعه كده. هجيب بقى البايركس بتاعي او صينيه المونيا مدهونه برضو بالزبده، انزل خليط الكيك واخبطها كده شويه عشان لو فيها فقاعات، واعملها كده بالخله تطلع منها عشان تطلع قطعة الكيك متماسكة. تمام. احطها على الرف الوسطاني لمدة 35 دقيقة، وتطلع معانا بالشكل ده كده أحلى كيكة بالحليب الساخن. مش قادرة أقول لكم طعمها والهشاشان بتاعها. هوريكم القطعة كده. اللي لسه نازل لايك يحط لي لايك ويكتب لي كومنت بيعملها ازاي، وجرب الطريقة دي هتعجبه جدا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واسيبكم في رعاية الله. أحلى وأحلى مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.